السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هيكون ريفيو كده خفيف وبسيط عن غسول هيمالايا بالنيم والكركم بس الرغوي. انا كنت قبل كده عملت لكم ريفيو عن غسول هيمالايا بالنيم والكركم بس اللي هو الجل، لكن هتلاقوا تحت هكتب لكم اللينك في الوصف. لكن النهارده هقول لكم بقى الريفيو عن غسول هيمالايا بالنيم والكركم بس الرغوي. وهو زي ما احنا شايفين البشرة العادية للدهنية، يعني هو لنوعين البشرة دول، العادية للدهنية. الغسول ده كنت جايباه من فترة تقريبا، كان ب85، بس اكيد دلوقتي غلي طبعا. بتجربتي بقى معاه بشكل مبسط كده. الغسول ده هو ميزته ان هو رغوي، والرغوة عارفين طبعا بتبقى كويسة جدا للبشرة وبتشيل الأتربة اللي عليها وبتنضفها وتنقيها. لكن انا جربت الغسول ده لمدة كويسة، قلت برضو عشان ايه اما اقرر يكون قراري عن تجربة. فجربته لفترة، بعد كده لقيت ان الغسول ده عمل لي حبوب في وشي. مش بس كده، يعني المفروض هو ماشي بيطلع الحبوب اللي تحت الجلد، المفروض بقى بعد ما تستخدميه يبدأ ان هو يخلي الحبوب تروح. لا بالعكس، الحبوب حسيت ان هي بتزيد. وكمان مش اي حاجة، ده الحبوب دي بعد ما حاولت ان انا اوديها بعد كده سابت اثر، وده مش الطبيعي. فما عجبنيش خالص، يعني عكس توقعي تماما. فكان بالنسبة لي الغسول الجل اللي انتوا شايفينه ده كان بالنسبة لي افضل بكتير من الغسول الرغوي. لان زي ما قلت لكم ده اللي انا شفته معاه. فبالتالي زي ما انتم شايفين العلبة زي ما هي، ما حاولتش ان انا اخلصه طبعا، لان ما لقيتش منه فايدة. جربته المدة، لكن بقى لو عايزين تجربوه، هو ينفع للبشرة العادية، للبشرة الدهنية المعرضة للحبوب. النيم والكركم عارفين خواصهم الرائعة في ان هما بيشيلوا الحبوب واي التهابات موجودة في الجلد. طريقة بقى استخدامه، بتاخدي شوية صغيرين جدا منه تغسلي وشك بيه، وبعد كده بتغسلي وشك طبعا مرتين في اليوم. ده لو حد عايز يجربه. وعامة دي كانت تجربتي معاه. هتلاقيه بقى في اي مكان طبعا، اي صيدلية مثلا هتلاقيه موجودة فيه. محتاجين عنها ريفيوهات، ما تنسوش تكتبولي في التعليقات.